لحد ما اقول المقدمه ان شاء الله يعني. ماشي ماشي. اوكي. عشان بس ما حدش يسمع اي حاجه سر احنا بنتكلم فيها. يعني انت هلا حتبلش اونلاين، اه يعني هلا صرنا هطلع بث اونلاين مباشر؟ دلوقتي اه. اوكي. هنطلع دلوقتي. بسم الله. بسم الله. احمد، بما انك هتبتدي انت المقدمه، ابتدي انت اول سؤال. اوكي. بس ارجوك مش عايزه الصوره دي، ما بعرف شو طالعه الصوره هيك فاتحه تمي ولا لا لا، هي بس عشان كنت منزل البرنامج تحت. هي بطيئه بس. بس ما حتطلع هيك على اللايف ما؟ لا لا، احنا بقينا لايف زي ما دلوقتي، حضرتك. رسميا بقينا لايف. ف هلا صرنا. احنا بقينا لايف ان شاء الله دلوقتي. اوكي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقه جديده من لقاءات من انمي ايكوكا لايف. النهارده معانا ضيف مميز ونوعا ما ضيف جديد، يعني هو ايه الناس ما بيشوفوهاش كتير، اللي هو الفنانه سونيا بيطار. وطبعا استاذه سونيا طبعا معروفه طبعا عن انها غنت كذا عدد من الاغاني بتاعت سبيس تون، زي مثلا اللي هي ابطال الديجيتال، تاج المشاكس، اغنيه ابي، اغنيه الحروف طبعا اللي علمتنا الحروف، اغنيه اللي هي بتاعت فله، كذا اغنيه الفله طبعا مش اغنيه واحده. حتى اغنيه نادين اكتر عمل كنت بكرهه وانا صغير، اللي هو نادين كان مزعج بشكل غير طبيعي، لانه تقريبا كان بيتعرض في اوقات يعني سبيسون كانت حاطاه في تايم سلوت غريبه، يعني كان يجي مثلا اكون اتفرج على دراجون بول زد وبعدين مباشره نادين، او قبل دراجون بول زد يبقى في نادين، فانا قاعد بتفرج على دراجون بول وفجاه يطلع لي نادين كده قدامي، اللي هو انا العمل ده كنت بكرهه قوي. ف اهلا بحضرتك معانا. اهلا وشكرا فيك. لوجود حضرتك معانا يعني ان شاء الله. تسلم. طبعا تعليق بس عشان الناس هيبداوا ممكن غالبا هيقعدوا يعلقوا. جماعه في مشكله تقنيه في صوره ندى، دي غلطتي انا لان انا مشرف تقني النهارده، فيا ريت يعني أنا ايه موجودة يا جماعة، نتغاضى أنا عن الموضوع موجودة. ده. هي موجوده معانا. مش خاطفينها ولا حاجه، هي موجوده معانا. اهلا بحضرتك استاذ سونيا، ازاي حضرتك؟ انا كويسه خالص. الحمد لله، مبسوطه فيكم، مبسوطه فيكي ندى. ندى صبيه كثير ظريفه، اذا اللي ما شايفه هلا. واحمد دخيل عينك يعني، وحتى فريق انمي ايكوكا كمان بسلم عليهم كلهم، والمشاهدين طبعا هلا اللي عم بيتابعونا. اهلا وسهلا، انا مبسوطه فيكم كثير. الله يكرمك. هو كان اول سؤال كان بيقول ان كلمات الاغاني احيانا بتتغنى باكتر من طريقه، وموسيقى احيانا بتساعد في معرفه كيفيه الاغنيه، فالتنسيق بين المؤلف او بين الملحن وبين المغني وبين مهندس الصوت ازاي ده بيحصل؟ يعني دي نوعا ما دي احد الحاجات اللي احنا بالنسبه لنا كمشاهدين مش عارفين. يعني هل الملحن اللي بيتواصل مع حضرتك يقول لك احنا عندنا اغنيه، ولا المؤلف هو اللي بيتواصل مع الملحن وبعدين يتواصل مع حضرتك، ولا ازاي العمليه دي بتمشي؟ يعني هي اكيد سلسله مربوطه ببعضها. يعني احيانا يعني بصير في انه دراسه للموضوع، انه الملحن او العمل اذا اجى مثلا عمل جاهز، يعني من مثلا عمل ياباني او بده يتدبلج، او عمل من يعني من تاليف يعني الموسيقيين الموجودين بالسبيس تون يعني. فكانوا يطلبوا مننا بحسب كل واحد صوته، او احيانا اذا حدا موجود بالاستوديو هو اللي كان يتورط. يعني حسب كل ظرف. يعني هي عفويه ومدروسه بنفس الوقت، ما في كان يعني ما في كتير تعقيدات، يعني القصه ابسط. هو برضو دي احد الحاجات برضو، يعني حضرتك اشتغلتي مع ملحنين كتار ومؤلفين كتار برضو مختلفين، هل ده بيختلف؟ يعني حضرتك كمغنية هل ده بيفرق بالنسبة لك؟ يعني الملحن الفلاني بيكون طريقة التعامل بتاعته افضل، او حضرتك بتحبي تشتغلي مع ملحنين اكتر من ملحنين مثلا؟
هلا طبعا يعني يعني الكل خير وبركه، بس اكيد في ناس بصير في بينك مم. بشغلك يعني معهم كيمياء اكثر، كيمستري يعني اكثر. هلا مثلا انا بالنسبه لي شخصيا انا بغني يعني النمط الغربي اكثر، ف صحيح. آه، شوي لما يعني الموسيقي او الملحن كان يعطيني شيء فيه شيء شرقي، يعني انا كنت ماني انا يعني مش ما بيشبهني يعني هذا الشيء، بس كنت اديه الى حد ما، وفي شيء نجاح وفي شيء طلع وسط يعني. هذا ف بحسب فعلا في ملحنين ايه بيرتاح المغني آه، معهم اكثر من حته غيرهم. الصوت دي موضوع اللي حضرتك قلتيها، موضوع ان حضرتك صوتك بتغني نمط غربي اكتر. دي لاحظناها حتى في الاغاني بتاعت سبيس تون ذات نفسها، يعني مثلا اللي هي الاغنيه بتاعت تازم مشاكس، زي ما احنا كنا بنتكلم بينا وبين بعض قبل اللايف، ان هو تازم مشاكس نمطها ابيت، اللي هو صح فانكي ميوزك زي ما بيقولوا كده، اللي هو صح ابيت كده اللي صح، هي كده. وفي فانك اللي هي وسوينج. كانت سوينج، ايوه ايوه. وفي برضه اللي هي الاغنيه بتاعت طبعا ابطال ديجيتال، طبعا اللحن الاصلي بتاع ابطال ديجيتال كان باتر فلاي، اللي هو اسمه باتر فلاي، ده كان لحن روك اساسا، روك. اللي هو الاغنيه الاصليه نفسها كانت روك. ف صح، وبعدين وبغنيها شاب كمان، صحيح ابطال صحيح الديجيتال صحيح. الاصليه. صح برضو حضرتك هو طبعا دي حاجه برضو كنا غلطه كنا عملناها في البرومو اللي احنا عملناه لحضرتك، ان احنا حطينا مقطع من حضرتك عملتي اغنيه بوكيمون، بس المقطع اللي احنا حطيناه كان بصوت استاذه رفع مش صح المقطع بتاع صح. حضرتك. هلا طبعا اول شيء بسلم على رشا ومشتاقت لها كثير. رشا غنت بوكيمون طبعا بشكل اساسي، هي الاصل، بس لاحقا بس ضفنا مقطع بصوتي بس لنغير الكلام تبع بس سلاحي المنيع. فالمقطع يلي فيه سلاحي المنيع هو هذا صوتي، بس فعلا الاغنيه الاساسيه هي بصوت رشا اكيد. يعني دي احد الحاجات برضو يعني اغنيه بوكيمون برضو بالبرضو روك، برضو نفس اللي هو النمط اللي هو صح الغريب ده. بس برضو حضرتك عملتي اعتقد اغنيه كذا اغنيه من فولا كان نمط شرقي ممكن، لو انا متذكر. مزبوط. واغنيه الحروف طبعا كانت شرقي برضو، ما كانتش كمان شرقي. ايه هلا هدول طبعا استمتعت فيهم لانه اللحن غني وحلو يعني، والكلمات كمان كانت هيك شاعريه. ف بالعكس واحد حتى بيتعلم يعني شوي من اداء يعني ما انه متعود عليه. بس مثلا غنينا اغنيه الصلاه، تعليم الصلاه من يعني بفله، كان هذا شرقي. فحاولت قدر الامكان ان شاء الله هيك يعني، بعتقد انه حبوا الصبايا يعني الصغار. و يعني كان في طب احنا ممكن نغني اغنيه في الاول بحيث ان احنا نسخن الناس شويه. حنسخن يعني لو هنسخن الناس اعتقد اول اغنيه تبقى تاز، يعني تاز هي اللي فيها تاز المشاكس، بدنا نشاكس بتاز المشاكس. صحيح. نعم. هلا هي ان شاء الله ما تخن الكلمات لان فيها اسماء اسماء العيله والكاركترز، 20 اسم بثانيه هن موجودين. ف طيب انا ححاول غنيها بس بليز ما حدا يعيب. في غابة جميلة سنعيش مع صديقنا تاز مغامرات مثيرة، مع والده هيو وأمه جيل وأخيه جيك وموني الصغيرة، فرانسيس بول وإكسل، دينغو تيموني ودانيال، هنري شاكري باري وبوب، لكل واحد حكاية في غابة تازمينيا. أرض شو بعدين؟ شوي نسيت الكلمات، صارت قديمة كتير، بس نوستالجيك كتير هاي الأغنية، وإن شاء الله هيك أنا بدي تذكرونا فيها. أرض المرح والمفاجآت تقريبا، تزمينيا وصفه الحياة. صح. تزمين أرض الخيال والحكايات
تازمينيا تازمينيا أرض المغامرات. تاز 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 المشاكس. تاز 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 المشاكس. هو طبعا انا بحاول ما اغنيش عشان انا مش لا، عارف لا، اقفل لا. صوتي خالص. فلو غنيت صوتي هيطلع في لا. الاغنيه فهبوظ الدنيا خالص. لا، بس لا، هي فعلا كويس. من الاغاني اللي هي انجيجنج، اللي هي الواحد فعلا يعني انا فعلا بقاوم ان انا ما ادخلش في الاغنيه في وسط الكلام، فهي فعلا من الاغاني بالعكس بتساعد اللي نسيان. طيب استاذه سونيا، دوري بقى يا جماعه. اتفضلي. اتمنى ان انا يعني ظهرتي. سامعين سامعين. الحمد لله. ازيكم يا جماعه؟ كنا عايزين نعرف قصه دخولك او اشتراكك في مركز الزهره. الحقيقة هي بترجع لحادثة. كانوا وقتها عم بيدوروا على أصوات لعمل عالمي. وقتها كانوا عم بيعربوه يدبلجوه، اسمه بارتوك ذا ماجنيفيسنت. ايوه. ايه. فوقتها كانوا عم بيسألوا عن أصوات وبدهم ينوعوا يعني مش حسب الكاركترز. فتواصلوا معي وأنا طبعا بكل سعادة رحت. وهذا كان حقيقة أصعب عمل، هو أول عمل مع الزهرة وهو الأصعب لهلا. لأنه كان عندنا سؤال بعدين، إيه أصعب حاجة أصعب هي أغنية دي. هي دي. هو حقيقة كان ممتع جدا. يعني واحد عم بيحط عم بيشارك بشغله كتير كتير يعني غير انها عالميه. يعني هي طبعا هيك اعمال بتكون اصلا مشغول عليها بعنايه ومع يعني ووقت طويل، فبتطلع يعني بيطلع عمل كتير مدروس وحلو. فالكاركتر اللي غنيته اسمه لودميلا، كاركتر شرير قوي. صحيح، الشخصية الشريرة. شريرة قوي، وكان لازم أنا أجعر فيه مو بس أغني يعني. دي أحد حاجات برضو اللي أنا لاحظتها برضو، يعني الأغاني أغلب الأغاني اللي حضرتك اتشهرت فيها بيبقى فيها النبرة دي اللي هي نبرة اللي حضرتك سميتها تجعير دي، أو بس هي بتبقى أقرب ما يكون إلى صياح أو بيسموها إيه، أنا مش عارف الاسم الغنائي ليها أو الفني ليها إيه، بس هو بيبقى فيها النبرة دي يعني حتى في أغنية البحة والصوت والجعرة. حقيقة هي هاي شوي مدمرة للحبال الصوتية. صحيح. بده الواحد بعدها يرتاح يعني. فهذا كان عمل رائع، وهذا كان سبب دخولي لمركز الزهرة، إنه بعدها بلشنا نتعامل مع بعض، وكان يعني كانت ابتدى المشوار بهي الطريقة الحلوة. برضو كان في برضو حضرتك برضو في تاز برضو كان فيها نبرة كده في تاز اللي هي حتة البحة دي طلعت اللي هي طبعا صح. انا عارف ان عند حضرتك جيران فما ينفعش انك تعلي صوتك فيها، بس بس هي كان فيها الحتة دي برضو. صح. في قصدك على اخر حتة اللي هي بتاعت زمينيا في بالضبط. طبعا بده يكون الصوت حبيان واستوديو، يعني طبعا بيختلف كل يعني جسديا الواحد بيختلف اصلا وقت بيكون واقف ورا المايك والاستوديو. طب بالحديث عن الاستوديو، بالنسبة لحضرتك أنه أصعب، الغناء في الاستوديو ولا على الستيج؟ تصدقي انه هن اثنين صعبين، يعني اثنين حتى مختلفين عن بعضهم تقنيا، لانه حتى في فنانين يعني هن اصلا عندهم باع يعني اون ستيج حتى هن اشطر من الاستوديو، لانه مثلا التكنيك تبع استوديو مو لايق كثير مع صوتهم او ما عندهم يعني الادوات. وفي فنانين تحسيهم باستوديو ريلاكست وهيك، واون ستيج مثلا ممكن يكون اقل اداء. فهو اثنين صعبين، واثنين فيهم تكنيكات مختلفه، وحتى طريقه استخدام الصوت بيختلف كثير بين الستيج حتى بيغيروا الطبقه. يعني مثلا اغنيه تسجلت باستوديو بطبقه معينه، اون ستيج ممكن تتغير الطبقه
مشان تكون اريح للمغني، لانه فيها فول فويس، فيها جهد اكثر، بس فيها سهوله، لانه يعني سهوله اكثر لانه فيها تفاعل الجمهور، فالواحد بيستمد يعني الانرجي من الجمهور، فبيعطي ممكن يعطي اشياء كثير حلوه وانرجيتيك. وبالاستوديو بده يكون واحد كثير دقيق، يعني يعرف يستخدم الميكروفون، يعني كمان بدها خبره، يعني انا بلاقي اثنين فيهم صعوبات واثنين فيهم شيء مميز. طيب هو واضح ان حضرتك بتحبي الغناء جدا من كلامك عن الجمهور والانرجي وكده. ايه اللي دخل حضرتك اصلا للعالم ده؟ هلا يمكن الواحد طبعا من هو صغير بيحب، يعني بيولد الواحد في بيكون عنده هذا الميل، يعني من بداية حياته، يعني من بداية سنين عمره الصغيرة يعني. بس حتى بلشت أدرس الموسيقى كطفلة صغيرة، بس بسبب تنقلات الأهل، فما كان في استقرار، كثير غيرنا بلاد، وحتى اللغة كنت عم غير كل شوي لغة، فشوي طغى هذا الشيء على دراسة الموسيقى، فما قدرت للأسف يعني اقلب الهواية لدراسة. بس لما صرت بالجامعة بعدين مؤخرا، يعني بعدين لما كبرت بعد البكالوريا، لقيت الجامعة فيها مجالات، مجال الموسيقى، لأنه نحن كنا نجي على الجامعة في ناس معهم جيتارات، في ناس معهم بزو، في ناس معهم عود. أنا درست فنون جميلة في دمشق، فالكلية تبعنا جوا كتير حلو، يعني مليان فن ومليان، فحتى الموسيقى كانت تفوت دائما لدهاليز جامعتنا. وهيك بلشت انه فجأة لقيت حالي مع فرق موسيقية صاعدة، لساتنا صغار، عملنا هيك حفلات، اول شيء بلشنا بجمهور بسيط، بعدين صار ينطلب مننا اكثر، وهيك بلشت القصة. وطبعا انا لاني جاهزة نفسيا، يعني انا بحبها هي القصة، ف كثير يعني فتت فيها، اندمجت. طب هو ايه اللي نقدر نقول عليه your favorite اغاني او favorite شارات بتحبي حضرتك تأديها؟ هلا بالنسبه للانمي او السبيس تون، اكيد هلا ما راح كون هيك، بس هو اكيد ابطال الديجيتال. ف ابطال الديجيتال الحمد لله. الحمد لله. ايوه طبعا هاي الشاره اللي حقيقة من لحظة اللي تسجلت كان لها شيء هيك، لها مكانة خاصة. شارة جميلة جدا، يعني حلوة، وفيها هيك هذا الانرجي تبع الروك والطبقات والكلمات. استاذ طارق، فاستاذ طارق العربي طرقان طبعا كثير بوجه له تحية، لانه اكيد هلا جاي ذكره يعني صحيح. لاحقا. فابطال الديجيتال يمكن كانت هي لهلا، يعني هي هيك دائما ما بمل منها، يعني بجوز في شارات ما بعود بحب اسمعها، شوي بمل او هيك، بس هاي الشاره بالذات بحب ارجع اسمعها كل فتره، يعني هيك استذكرها. واحنا كلنا والله كل فتره لازم ادخل على يوتيوب، لازم اشغل اغنيه ابطال الديجيتال. طب هو مركز الزهرة أصلاً بيختار مؤدي الشارة على إزاي؟ يعني على أي أساس؟ مؤدي شارة معينة مثلاً؟ هلأ في أصوات نسائية، يعني وقت بيكون في شارة بدهم صوت نسائي، طبعاً كنا نحن مجموعة صبايا يعني عم نتعامل معهم ومثل ما حكيت لكم ببداية اللقاء، أحياناً كانت تجي القصة بالصدفة، يلي موجود بالاستوديو مثلاً جغرافياً يعني قاعد، أو بيتصلوا كانوا يدوروا على صوت معين حسب، لأنه في أصوات شرقية مثل ما حكينا، وفي أصوات غربية، في صوت شاب لازم يكون، يعني مثلا السيد عاصم سكر، استاذ عاصم سكر مثلا صوته هيك رخيم، و كثير مطلوب مثلا لشارات معينه فيها بطوله وهيك الصوت الحماسي. نعم. ايوه صح.
كمان بسلم عليه كثير. كلهم حقيقة أصدقاء رائعين، وكانت فترة كثير حلوة لما كنا يعني كلنا مع بعض، كنا كأسرة يعني. ايه ايه طبعا في دراسة لاختيار الصوت، وبنفس الوقت احيانا اذا كانت الوقت ما بيسمح، انه لانه كان في كثير مسألة الوقت والديدلاين احيانا يجوا فجأة فريق الاعداد انه هلا بدنا نسجل غنية مثلا، فيلي موجود كان كثير حقيقة، كان شوي يعني ستريسفول، بس بالنهاية بينتج عمل يعني بضل عم بيتسجل خلص. ده حقيقي. الحمد لله. طيب يعني احنا بنحب حضرتك جدا، ده يعني لا كلام فيه خالص. انا بفتخر بهالحب. بس حضرتك للاسف مش تواجدك في مواقع التواصل الاجتماعي مش قد كده، وانتي بتوحشينا. صحيح للاسف. وانا هلا عفوا تفضلي. لا فايه سبب يعني بحضرتك بتوحشين عايزين نشوفك؟ انا بس بدي اول شيء هي فرصه لوجه هيك مثل رساله لصبايا وشباب. اكيد يعني في ناس تواصلت معي، في ناس حبت يعني تتعرف علي بالسوشيال ميديا، لانه انا ما عندي صفحات بابليك يعني. فانا بدي اول شيء اعتذر لهم كثير انه ما كنت بقدر يعني احيانا نشوف الرسائل تبعهم والكلام الجميل اللي بيكتبوه، وبفتخر بكل كلمه قالت، بس انا ما فيني مثلا جاوب شخص وما جاوب اشخاص ثانيين، لانه بصير في هيك نوع من يعني بتحس بقلبه، فما كنت اقدر جاوب، لانه هذا باب بعدين بدي افتحه وبدي يكون مسؤوله عنه، لانه هاي مسؤوليه كبيره حقيقه. فانا بسبب يعني للأسف لأني ما فتت بالسوشيال بابليك سوشيال يعني لظروف خاصة فيني، يعني انشغالات عائلية وانشغالات بابني بالعائلة يعني. حتى كان عندي شغل آخر، يعني أنا بشتغل هندسة ديكور، فيعني كل هدول ما سمحوا لي حقيقة إني أكون متفرغة أو أعطي جزء كبير من هالوقت، يعني لأنه هاي مسؤولية حقيقة، فأنا ما بدي أكون زعل حدا، مشان هيك للأسف يعني. الحمد لله إن إحنا قدرنا نقابل حضرتك النهاردة. تسلمي. أنا كمان مبسوطة، يعني أنا صار لي يعني ما بعمل لقاءات حقيقة كتير قليل، وما في سبب، يعني ما في سبب كبير، بس مثل ما حكيت يعني هو باب يا بده الواحد يفوت فيه مزبوط ويتفرغ له ويعطيه كل وقته وحبه، يا اما معلش بلاش يعني. بس بالعكس، بس انا هلا كثير سعيده انه طبعا يعني معكم. الله يكرمك. احنا اسعد بالفرصه دي طبعا، يعني اتعرف على شباب المستقبل وصبايا المستقبل. الله يكرمك. بالنسبة حضرتك غنيتي مجموعة من أغاني فلة، إيه أجمل أغنية فيهم بالنسبة لك؟ هلا بحب أنا أغنية أمسك فرشاتي وألواني. هاي لأنه أنا بحب الرسم، ف يعني هاي الأغنية إلها هيك يعني إلها مكانة خاصة عندي يعني. ف هاي ما بعرف جعبالي غنيها شوي. لحظة. يا ريت. أمسك فرشاتي وألواني وأزخرف بالورد زماني، أحلامي طيوف وردية وطموحي يجتاز زماني، أحترم كبيرا وصغيرا وأصونع بالسوء لساني. أنا فلة فتعالوا نغني ليضيء النور أوطاني، أحاول لا أيأس أبدا والبسمة تغلب أحزاني، أمسك فرشاتي وألواني.
شكرا. الله يكرمك. انا فضلت ساكت عشان ندى السرور هتطلع وهي بتسقف. ايه حطيتها طلعت اللحظه دي. كان في سؤال تاني بخصوص يعني زي ما اتكلمنا قبل كده بيني وبين حضرتك برضو ان حضرتك اختفيتي فتره عن مركز الزهره بالذات، يعني ما كانش في اغاني لفتره طويله، يمكن احنا برضو ما نعرفش كيفيه تسجيل الاغاني، فممكن حضرتك مثلا سجلتي اغاني في فتره معينه وعرضت بعدها، او يمكن ما عندناش فكره، بس هل في سبب ان حضرتك اختفيتي الفتره دي مثلا؟ يعني سبب مثل ما حكيت الانشغالات، ما عاد قدرت التزم، فيعني مثل اعتذرت من مركز الزهرة بس يعني ما قطعت، يعني ما انقطعت تماما، يعني ضليت على صلة معهم طبعا. اشتغلت بعدين من برا يعني للزهرة، من برات الزهرة كمان في فترة هيك اشتغلت. هلا اغاني فلها اشتغلتها انا من برا، فيعني ما انقطعت تماما، بس صار صعب علي انه انا داوم بالمركز ساعات طويلة، وحقيقة ظرفي ما سمح لي. وكان كمان الفترة اللي كان ابني صغير فيها، فكانت فترة يعني أخذت من وقتي وجهد، وما عاد قدرت ركز على شيء ثاني غير هالطفل يلي بدنا نكبره شوي. صحيح. بس مع ذلك كان في اغاني في الفتره الاخيره، كان في اغاني لحضرتك، يعني اغنيه كونان، في اغنيه دميه حياتي، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا ما سمعتهاش وما عنديش فكره مين اللي غناها يعني. هلا دميه حياتي هي رشا رزق، هي عم تغني اغاني دميه عن يعني البيبي حبيبي او دميه حياتي. أنا بس كنت عم شوف تابع العمل، لأنه زوجي هو يعني عنده شركة إخراج ويعني برودكشن هاوس، فهن كانوا يعني يعملوا هاي الأفلام، فأنا كنت دائما استمتع بالنتيجة شوفها، وبعدين نسمع رشا وقت تضيف صوتها مع كلمات حلوة. بعتقد يمكن كان في صبية من المركز، هي كانت تكتب كلمات، هلا بتذكر اسمها، انا يعني انا سيئة بالاسماء حقيقة. هو في كذا سؤال في الكومنتات، فانا هاخد شوية اسئلة اللي عرفت انقيهم. معلش يا جماعة انا ما بعرفش اشوف كل الكومنتات وانا شغال، فنوعا ما يعني اصبروا شويه في موضوع الكومنتات معلش. كان في كنت بتكلم مع حضرتك قبل اللقاء ان كان في اغنيه ابطال ديجيتال، كنا احنا اعتبرناها عملناها ميم، يعني انا اللي ما يعرفش انا خريج كليه هندسه، ففي كليه الهندسه احنا نوعا ما عندنا سمعه في مصر ان احنا اصعب كليه في مصر. وفي كل العالم، ما بس وفي كل العالم دي نوعا ما دي السمعه بتاعتنا ان احنا اصعب كليه، فبسبب دي نوعا ما احنا احد الصفحات الكوميديه عندنا في مصر خدت اغنيه ابطال ديجيتال وركبوها على كليه الهندسه، صور من كليه الهندسه وصوت حضرتك في الخلفيه مع موسيقى وكل حاجه، اللي هو في فخ غريب وقعنا في عالم الارقام ضعنا. والله ممكن لو حد من الشباب يعني عارف الفيديو فين ممكن ابعته لحضرتك، لان انا شفته من زمان يعني، بس يعني دي كانت حاجه تستحق ان احنا نذكر. طبعا بعدين هنبقى نغني ابطال الديجيتال، بس انا هسيب وقت لحضرتك صوتك يرتاح، لان انا عارف طبعا ما ينفعش نغني كل الاغاني ورا بعض طبعا. في سؤال برضو من ياسين زكريا، هل في احتمال ان حضرتك تعملي اغاني جديده بصوت حضرتك حتى ككفر؟ يعني حضرتك كنت عملت قبل كده كفر اللي هو اغنيه ما زال لسميرة سعيد، فهل في احتماليه لحاجه شبه كده؟ هلا اكيد واحد ما بيسكر اي احتمال. هلا هاي الكفر اللي عملته لسميرة سعيد ما زال، هذا كان مع مجموعه شباب موسيقيين، يعني بلشوا تشانل خاص فيهم يعني، فغنيت معهم وكثير يعني كانت نهفه، لانه كل واحد عم بيأدي دوره من بلد او من قاره حتى.
ف ايه كانت مشان هيك اسمهم سفر برليك. ايوه سفر بالك او حاجه شبيهه. لكن فشي من امريكا، شي من لندن، شي من الدوحه قطر، شي من انا كنت من الشام. فكانت يعني فكره حلوه. تمنيت لهم انه يستمروا فيها، بس كمان هن كل واحد انشغل بدراسته بحياته، في حدا طبيب، في حدا يعني هن كل واحد عنده حياة. فكرة كفر هي فكرة حلوة وكتير ترندي وكتير بيحبوها الناس ورائجة. صحيح. انك تسمع شغلة بتحبها بس فليفر تاني او يعني خلص completely يعني in a different way يعني مثل ما بيقولوا بالانجليش. دون مقاطعة حضرتك، واحد صاحبي بعت لي لينك الفيديو حرفيا دلوقتي اللي هو بتاع هندسة طنطا. حلو. فبعته حضرتك بعد اللقاء طبعا. ميرسي كتير. بدي اياه والله، جعبالي اشوفه. كان في سؤال من ماري ريسكو بتقول لحضرتك بتحبي الغناء للأطفال أو الأغاني التانية؟ والله كله. سؤال حلو يعني هو سؤال حلو طبعا. هلا اغاني الاطفال بالعكس، يعني انا بحس انه حتى قليل اللي عم نعمله، يعني لازم اكثر نعمل لهم للاطفال، نكون هيك برودكتيف اكثر لهم يعني. هلا طبعا انا بلاقي حالي بالغناء الفرق مع الفرق اون ستيج ونعمل، لانه انا غنيت مع كثير فرق كمان، كلنا سوا طبعا. صحيح. الفرقه الاساسيه، بس انا غنيت مع فرق ثانيه، فهذا بصراحه انا بلاقي حالي هون لانه هذا بيعطيني متعه اون ستيج. مثل ما حكينا عن تفاعل الجمهور والطاقه اللي بتاخديها والإنجاز اللي بتحسه بعد حتى نحن غنينا في ذكرى كتير حلوة بتجمعنا أنا ورشا ومجموعة صبايا مغنيات مع زياد الرحباني الأستاذ. صحيح. بالشام ضلينا نعمل مجموعة حفلات على مدى 3 أيام. هاي كمان كانت تجربة رائعة، لأنه كان كنت فعلا أوركسترا كبيرة. الحمد لله إن حضرتك ذكرت الموضوع ده، لأن أنا كنت عايز أسأل عليه بس للأسف نسيت أحطه في الأسئلة. يعني تجربة عمل مع زياد الرحباني، ما اعتقدش ان في حاجة ممكن تكون في كارير مغني اكبر من كده يعني. رائعة يعني هو احد حقيقة. يعني انا بالنسبة لي يعني احيانا حتى ما بقدر اسمع الحفلة مشان ما تجيني يعني هيك كتير نوستالجيك، يعني كتير فيها هيك براود، وهو شخص يعني تعاوننا معه بكذا شغله، حتى هو استعان فينا بانه نغني مثلا بألبوم سيدة فيروز. فنحن كان يعني كنا شيء كمان هيك 3 مغنيات دعانا لعنده مشان نغني الكورس باغانيها. فكمان هاي كانت بس حضرتك يعني حضرتك تعاملتي مع الفنانه فيروز؟ لا للاسف ما شفناها. أيوه. ما تعامل، بس هو تعاملت معه بكذا مناسبه، حتى نحن في ألبوم مع كلنا سوا سجلناه عنده بالاستوديو، وهو كان يساعدنا ونقعد معه، يعني هيك ربطتنا في صداقه لطيفه، وهو شخص كتير داون تو ايرث، بتحسه واحد مننا يعني، حتى متواضع اكثر منه الواحد يعني. بتصير بتخجل بحالك انه يعني لازم اتواضع، لانه هو شخص كتير كتير اصل فعلا يعني دي احد الحاجات اللي يعني طبعا مش محتاجين نتكلم عن فيروز، طبعا مش محتاجين نشرح مين هي فيروز ولا طبعا ليه هي فيروز، بس دي احد الحاجات اللي ممكن تدي فخر الفنان ان يشتغل مع الملحن اللي لحن اغاني الفيروز. طبعا هتروح فين اكتر من كده يعني at some point فعلا دي بتبقى على قمة السي في بتاعت اي فنان. طبعا كانت تجربة حلوة، تعرفنا كمان على الطاقم كله اللي عزف معنا بهدول الحفلات. كان في موسيقيين من حول العالم، هو يعني شاركوا بهذا العمل يعني، او بهذا الحفل يعني الكبير. فتعرفنا على موسيقيين، اكتسبنا خبرة يعني، كان فيها حتى شفنا كيف الطريقة اللي بيتعامل، كيف هو بينظم
يعني بين كل بينسق كلها بين الادوار وكيف بيعطي يعني حتى لو حضرتك ما قابلتيش فيروز شخصيا، بس كفايه انك في البوم لفيروز حتى ككورال، يعني حتى في حد ذاتها طبعا هي كانت فرصه يعني. حلوه وتجربه، ويعني هيك بتضلها هيك ذكرى حلوه. طبعا انا هرجع للاسئله، لان انا يعني اللي يعرفني معرفه شخصيه انا من معجبين فيروز بشكل غير طبيعي. يعني انا ممكن اقعد اتكلم ساعات عن فيروز والرحاضنه والكلام ده كله يعني انا عارفك لما تدخل في موضوع مش هتطلع منه. ياسمين عاطف كانت بتسال بتقول اللي حابب يطور في نفسه في الغنى يعمل ايه؟ يلي حابب يطور بنفسه بالغنى اول شيء يسمع كتير، يسمع كتير يعني، وأنماط مختلفة، ما يكون بس هيك بنمط واحد وباتجاه واحد، يسمع أنماط. هلا الغناء طبعا بده تدريبات، وبده باك جراوند، بده معرفة. يعني أنا حأحكي بس هيك عن تجربتي المتواضعة، يعني إنه بجوز أنا ما درست الغناء أكاديمياً أو بس كنت دائماً عم بعمل تجارب بصوتي، دائماً عم بعمل، أخذت شوية دروس أوبرا، يعني تعلمت كيف حمي الصوت. يعني واحد بده يضل عم بيجرب وما يستحي وما يخجل ويكون جريء، لأنه يعني هي بدها دائما واحد يكون عنده باشن، ومثل ما حكينا ويسمع كتير انماط، يكون عنده باك جراوند. موضوع الاوبرا ده انا عندي اسئله كتيره فيه، بس دي هخليها لو احنا ان شاء الله عملنا لقاء مع استاذه رشا اسال في الاوبرا كتير. بس يعني عشان انا عارف ان حضرتك يعني نوعا ما بتلاقي نفسك اكتر في انماط بالذات الروك. يعني انا ده احد الاسئله اللي احنا كنا عايزين نسالها، اشمعنى الروك؟ ليه الروك تحديدا؟ يعني هو الروك هو او البوب روك مثلا، يعني هذا النمط يلي اشتغلناه مع فرقة كلنا سوا، وكنا نعمل فيه الحفلات ونشوف تفاعل، ونحن لساتنا صغار، فبتحس انه وقت الشغله بتعجب الناس يعني هيك كاتشي، يعني بتحب تطورها وتشتغل فيها. يعني هو حتى كان في لقائنا مع المايسترو مياس كان قال لنا ان الروك هو اكتر نوع موسيقى منتشر في العالم تقريبا. طبعا منتشر اكثر شيء ومحبب، يعني نمط محبب، وفيك تعمل فيك يعني متواع، فيك تعمل فيه كتير اشياء، يكون ميلوديك، ما يكون ميلوديك، يعني فيه تنوع واضح، وفيه باور، وفيه بالضبط الكلام كمان كتير يعني له دور بالروك، الكلمة أو الموضوع. ف يعني في سؤال بنحب هو حضرتك اتفضل. حضرتك رفضتي قبل كده تأدية شارة مثلا أو حاجة على سبيس تون؟ حصلت قبل كده؟ يعني ما بتذكر إنه صار هيك شيء تقريبا. يعني تقريبا كنا نسجل كل شيء، لأنه مثل ما حكيت لك كان يصير فجأة استنفار. فأنت عاجبك ما عاجبك، حبيتي ما حبيتي، فجأة ما بتلاقي حالي غير حاطة الهيدفونز وبالاستوديو وعم تقرأ الكلام وعم تغني. والأستاذ طارق الله يرضى عليه كان دائما، يعني حقيقة تعلمت كمان منه، أنا حابة أحكي شوي عنه لأنه له دور بالخبرة اللي اكتسبتها يعني إلى حد ما. هو إنسان غير إنه موسيقي طبعاً، وغير إنه فنان، وغير إنه هو شخص حساس ولطيف وتعامل معه راقي. هو شخص معلم، يعني أنا تعلمت منه تقطيع الكلام، مخارج الأحرف. أنا كتير كنت سيئة فيهم، لأنه أنا داخلة بكذا لغة. فكان عندي هيك اختلاط شوي باللغة العربية، عندي مشاكل شوي باللفظ. حقيقة أستاذ طارق كتير وجهني صح، ولهلأ أنا بشكره، لأنه لهلأ بستخدم
الشيء اللي عطاني اياه، وبفكر يعني بفكر بهي الطريقه لهلا يعني، لانه تعلمت منه كثير حقيقه. طيب بالحديث عن اللغه العربيه، انا مش عارفه يا جماعه يعني السؤال كان رايح عن الاحرف اكيد، انا ما اعرفش يمكن موضوع الوضع بالنسبه لكم كان ازاي، بس انا بالنسبه لي انا كندى، انا بدين نجاحي في اللغه العربيه كانت الاغاني. اللغه العربيه سونيا بالظبط، الفواصل بتاعتها اللي هي بتاعت ضمائر الرفع المنفصله وحروف الجر وكل الحاجات دي، انا كنت ببقى بدندنها وانا في الامتحان. فاحكي لنا عن ذكرياتك مثلا، مين اللي اقترح فكرتها؟ هلا انا ما بعرف هي كيف ولدت بالسبيس تون وراء الكواليس، بس هو طبعا سيد طارق العربي طرقان هو اللي كان، هو اللي نفذها، هو اللي عملها كتبها والحانه، يعني الفضل له انها تطلع بهذا الشكل المحبب واللطيف وهيك الشرقي والبسيط، يعني قريب للقلب، بينحفظ بسرعه مع الاولاد يعني. وانا انبسطت انه لهلا بسمع، هي مثل ما قلتي لي يعني، انا بسمع من كثير ناس صاروا متخرجين جامعه انه قديش فادتهم هي المساله بالفحوص. هو طبعا استاذ طارق احنا حرفيا ممكن يعني بلا مبالغه ممكن اعمل لايف كامل عن تجربتي مع استاذ طارق. يعني زي ما كنت بتكلم حضرتك قبل اللقاء وكده، ان استاذ طارق تعاملنا معاه، احنا عملنا لقاء مع استاذ طارق طبعا، يعني تعاملنا مع استاذ طارق قبل اللقاء وبعد اللقاء تجربه في حد ذاتهم. يعني حتى يعني انا لازلت على تواصل مع استاذ طارق، طبعا هو مشغول فنوعا ما التواصل صعب شويه، بس حتى بعد اللقاء كان في تواصل، يعني مش مجرد ان اللقاء انتهى وكل سنه وانتم طيبين انتهى وخلاص. فده في حد ذاته عايز له لايف، ده عايز له لايف لوحده، اللي هو لقاء لوحده بس اقعد اتكلم عن تجربتي مع استاذ طارق اللي هو كثير، هو فعلا شخص معطاء حقيقه بكل معنى الكلمه. يعني مثل ما قلت حتى باللقاء يعني بيعطيك هيك بيحب، وهذا الشيء كثير حلو فيه طبعا، ومشان هيك بنحبه كلياتنا. كان في بس تعليق من نرجس زمرد بتقول لحضرتك نرجس هل تطلعين على الاغاني اليابانيه وما رايك بها مقارنه بالاغاني العربيه؟ اغاني اليابانيه الانمي يعني لها علاقه بالانمي مثلا الانيميشن هيك ممكن اكيد. يعني احيانا انا بس يعني بفتح مثلا، هلا نحن غنينا الاغاني الانمي وهذا وسمعنا الاصل، فاحيانا والله حتى احيانا بدخل على صفحات مثلا إلى علاقة بالملحنين أو الموسيقيين اللي طبعا ما بحفظ أسمائهم لأنه أسماء يابانية، بس صحيح. بس بسمع شو عاملين أيوة، بس بسمع شو عاملين تأليفات وهيك. حقيقة طبعا عالم غني جدا ومتطور طبعا، بس ايه يعني لازم نطلع لسه أكثر، لأنه دهاليز يعني لازم الواحد يضل ابديتد. يعني هلا انا صار لي زمان ماني ابديتد للاسف، ما في وقت. وبالنسبه للمقارنه بين الاغاني العربي والياباني، احنا اتكلمنا في الموضوع ده في لقائنا مع المايسترو مياس. للناس اللي هم عايزين يسالوا شوفوا اللقاء يا جدعان، شوفوا اللقاء. ايه اللقاء احنا اتكلمنا بالتفاصيل التفاصيل يعني في الكلام ده. ميريهان كامل كانت بتقول لحضرتك خليها تغني لنا مقطع من اغنيه كل يوم بقول. اليوم بقول اوكي ماشي. انا ما اعرفش هي حضرتك فاكره اغنيه ولا لا، بس طبعا هي اغنيه لك مع فرقه كلنا سوا، الى مكانه خاصه، لانه هي بتحكي عن الوجع، الوجع العربي بجوز يعني، بتحكي عن ضياع الهويه العربية. فما بدي كتير هلا اعمل نكد يعني، بس رح اقول هيك مطلع معلش ما كتير يعني. اي كل يوم بقول انه بكره رح بيكون احسن بشوي، بس شوي بكفي شوي. كل يوم بقول
إنه بكرة رح يتغير شكل الحي، بعد الحي هو الحي. يعني هاي مطلع الأغنية، هي طويلة شوي. في سؤال تاني من جمال، بتقول حضرتك مش هترجعي تغني في سبيستون او تعملي كفر لاغاني الانمي الياباني؟ والله حلوه الفكره، اعطتنا اياها هلا، انه كفر للانمي تبع الياباني، حلوه، واي نوت. يعني حتى برضه يعني حتى ممكن حضرتك تعمليها كهوايه، يعني ده ممكن برضه كهوايه او ممكن كبروجكت في المستقبل، يعني حتى بالنسبه طبعاً. يعني انا برضه كنت حضرتك قلتي لي برضه ان تقريبا برضه في مشاريع قادمه، يعني في مشاريع قادمه حضرتك هتعمليها مع كل الناس سوا تقريبا. صح، هلا كلنا سوا في دائما هذا المشروع معهم ما بيخلص، يعني مع الشباب الفريق، بس اللي عم تقترحه الصبيه انه كفر للاغاني الانمي الياباني كمان حلو، يعني اذا وجد مثلا شباب موسيقيين مثلا يهيئوا الاغنيه ويغيروا توزيعها، او نعمل نسخه هيك خاصه، يعني حلوه الفكره، لانه مطلوب، يعني هذا الشيء له جمهور عريض يعني بالضبط. حضرتك لو دخلتي يوتيوب هتلاقي دايما الكفرز بتاعت الاغاني الياباني دايما عليها اقبال وعليها فيوز، فاعتقد لو حضرتك اخدتي الخطوه دي هنتجنن كلنا. تسلمي. لا هي كتير حلوه، فكره حلوه طبعا، يا ريت. في سؤال اللي هو كان طبعا قبل، في سؤال طبعا الناس بتطالبه اغنيه ابطال ديجيتال، بس قبل ما نرجع لها قبل ما نقول الاغنيه، بس كان في سؤال بخصوص شارة كونان، اللي هي دي كانت يمكن اخر شرح حضرتك عملتيها، اللي هو كونان الجزء التاسع مع الاستاذ سمير قصيباتي، كمان بنسلم عليه ونمسي عليه هو والشباب طيبه. ايه بس انه شو السؤال؟ السؤال تجربه، يعني دي بعض الناس كانوا بيعتبروها العوده بتاعت حضرتك. طبعا حضرتك قلتي ان دميتي حياتي، يعني مش حضرتك اللي غنيتيها، بس كان في نوعا ما يعني الناس ربطوها مع اغنيه كونان، فعشان كده كان نوعا ما الناس رابطه ان في عوده كبيره لحضرتك، ان حضرتك رجعتي. ايه صح. وخصوصا انه كونان مش اي عمل، يعني كونان يمكن من اكبر عمل حاليا موجود في سبيستون، عمل او اطول عمل موجود في سبيستون. صحيح. سجلتها مع الاستاذ سمير، وطبعا بعرف قديش بيعمل ضجه كونان، يعني شغله كبيره، يعني مثل ما قلت، فكان هذا اخر شيء تسجل، وان شاء الله يعني القادم يعني ان شاء الله نضل هيك عم نعمل شيء هيك، اعمال هيك تفرح. في سؤال بيقول ان طبعا قبل ما نغني ابطال ديجيتال يا جماعه، السؤال ده وهنغني ابطال ديجيتال ان شاء الله هنغنيها، يعني حنغنيها. اللي هو كان في سؤال اللي هو هل حضرتك متابعه مستجدات قناه سبيستون حاليا، ولا بسبب انشغالك مش متابعه؟ للاسف بسبب انه الانشغالات والسفر صعب شوي تابع، يعني ايه للاسف، يعني يا ريت فينه الواحد يقدر هيك يتفرغ ويتابع دائما. لان هو كان السؤال تحديدا كانوا عايزين يعرفوا راي حضرتك عن مستوى الاغاني حاليا، الاغاني اللي بتتعرض على سبيستون حاليا يعني. هلا انا لاحظت انه كثير بيحطوا من الماضي، فواضح انه كمان القناه يعني لسه بتحب تضلها هيك نوستالجيك، يعني انه طبعا عندهم اعمال جديده ما اكيد يعني، بس يبدو كانت في كمان فتره منتجه، يعني صار فيها اعمال، في غزاره انتاج، هي يبدو لهلا مستمره بعرضها. هلا حاليا ما فيني اجزم اذا غزاره الانتاج خفت ولا هذا، بس بتصور اكيد بسبب الظروف كلها العالميه، يعني اللي بالدنيا كلها هلا اللي عم تمرق فيها، وخاصه بلادنا، اكيد ما حيكون الانتاج وغزارته مثل الاول، يعني اقل بشوي، بس ان شاء الله يضل، يعني مهم نضل هيك عم نواكب مع الاجيال الجديده، يعني ما ينحرموا
مثل مثلا حضرتكم، مثل نحن كمان وقت كنا صغار. طبعا نيجي بقى للحته اللي الناس عايزاها، اغنيه ابطال ديجيتال. وبعدها لو ممكن اغنيه ابي، لان برضو في طلبات في الكومنتات لاغنيه ابي. ماشي. في فخ غريب وقعنا، في عالم الأرقام ضعنا، كيف الخروج؟ كيف الخروج؟ من أين الطريق؟ عالم غريب المعالم، نواجه الأخطار، نقاوم، نلقى عدوا ونقابل ألف صديق. لا 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 وو، نحن في وجه المخاطر. لا 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 وو، نحتفظ بهدوء أعصابنا، نغامر، نعلم أن لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال، بل العمل معا يدا بيد بحثا عن الطريق. هيا نعلم أن لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال، بل العمل معا أبطال الديجيتال. شكرا، ميرسي. انا بس شيل الاذن مشان اسمع حالي، لانه أيوة. هيك شوي صحيح. هي احد الحاجات، انا على فكره انا ما يعني انا طبعا احنا صفحه انمي، فطبعا انا مطلع عن الانمي بالياباني. بس احد الحاجات الغريبه اللي انا لسه ملاحظها دلوقتي، انا عمري ما سمعت اغنيه ابطال ديجيتال بالياباني. دي حقيقه فعلا. انا عمري ما سمعت الاغنيه بالياباني. ديجيمون او بوكيمون عفوا سمعتها. بوكيمون سمعتها. حلو قوي. ايه حلوه. شاب، هو صوت شاب بيغنيها. بس في حاجه لاحظتها اللي هي حته، في اللي هي الوصل، بيسموها الوصل تقريبا او كده، اللي هي لما حضرتك تقولي لا واو دي انا لاحظت في حاجه، ان اليابانيين ما بيعرفوش ينطقوا حرف اللام. لو حضرتك تعرف المعلومه دي، بينطقوا راء. مش في اللغه بتاعتهم حرف اللام. صح. فدي انا جالي الفضول دلوقتي ان انا اسمع الاغنيه اصلا، اشوف هم بيقولوا فيها ايه في الحته دي. هي الوصله دي بيعملوها ازاي؟ في عندنا احرف مختلفه طبعا. اكيد طبعا. ليهم وصله طبعا مختلفه. في انا بس هبص لو في سؤال في الكومنتات. في سؤال بس من ميرهان كامل او كمال عفوا، بتقول حضرتك غنيتي قصص حياتي ولا غيرها؟ اغنيه قصص حياتي ما عنديش فكره. قصص حياتي لا تذكرت الاغنيه تبع عرفتها. لا مو انا، وماني واثقه مين اللي غناها. يمكن ما بعرف اذا ديما طرقان، ماني واثقه بتصدق. ما فيني. دي احد الحاجات برضه اللي احنا كنا يمكن مو بصوت رشا. انا ما بعرف، مرقت معي بالسوشيال ميديا الحقيقه الاغنيه، وللاسف يعني انا ما عندي معلومات كافيه عن هالاغنيه. بس حلوه يعني، لاحظت انها حلوه وعملت ضجه يعني. بس هو احنا طبعا احنا خلصنا الاسئله اللي احنا مجهزينها، فانا برتجي الاسئله من دلوقتي. كان في سؤال في دماغي، يعني اللي هو ايه راي حضرتك في موضوع اللي هو التشابه بين صوت حضرتك وصوت استاذه رشا؟ يعني طبعا هي حضرتك واخده بالك برضه من الموضوع ده، مش احنا بس، صح؟ احيانا كنا حتى انا ورشا نقول هاي انا ولا انت. كنا نتناقش انا وياها ايام وقت كنا اثنيناتنا بسوريا يعني. كان مضحك هذا الشيء طبعا، ونهفه وحلو بنفس الوقت، لانه كونها بتربطنا علاقه خاصه، وعلاقه موسيقى، وعلاقه قناه، وعلاقه حتى الاصدقاء. بنعرف كل نفس العالم ونفس الموسيقيين. ف هي حلو انه واحد يكون هيك مثل في توأم يعني، او في هيك سول ميت. فهي نهفه، لانه دائما بقرا التعليقات على اي اغنيه مثلا او اي شعره، وبشوف الجدل اللي بيصير فيه، انه لا هاي سونيا، لا هاي رشا رزق، هاي سونيا بطار، رشا رزق سونيا. المشكله دي بالذات بتحصل عنان خياط، لا هذه عنان خياط، لا. احيانا هيك بتحصل بالذات في الفواصل والاغاني بتاعت فله والاغاني بتاعت الاعلانات، لان ما بيبقاش مكتوب في الشاره مين اللي غنى. مشان هيك بيسالوا كثير عن الناس. صح.
في كومنت من ياسر، طبعا احنا قلنا هناخد اغنيه ابي، بس في كومنت من ياسر طلع قدامي دلوقتي بيقول ممكن اغنيه نادين، حضرتك فاكراها ولا؟ أنا نادين، اسمي نادين، قد أكون بالعمر صغيرة. أنا نادين، اسمي نادين، لكن بالفعل كبيرة. بس أنا ايوه ايوه، هو مش لازم الاغنيه كلها يعني، هي هي بس هيك ايوه يعني. ايوه. هي في وقتها عليك كده يا ياسر. هي كمان متعبة للصوت كانت، لأنه هي بتبين بسيطة الأغنية، لأنه اللحن كتير طفولي يعني، بس فيها تكنيك إنه بده يكون صوت طفلي وصوت صغير يعني، فهي كمان فيها ضغط على الصوت، فكمان بيتعب الواحد بعدها بده يرتاح. ياسين زكريا بيقول هل في قصة أو موقف لطيف حصل مع الفنان سمير قصيباطي؟ لأن هو عجبه العمل المشترك اللي هو كانت أغنية كونان. كونان. سؤال إنه إذا صار موقف طريف يعني؟ هو حضرتك كنت قلت لي اللي هو اللي حصل إن حضرتك كنت مسافرة تقريبا وقت ما طلب تسجيل نعم. كونان. صح، هذا صح، لأنه فعلا أنا سجلت الأغنية تقريبا آخر أيام سفري، بين عجقة السفر وأنا يعني السفر كان مو عادي يعني، انتقال من بلد لبلد، فاجت هيك يعني كان هذا الشيء مفاجئ لإلي، بس سجلناه بالنهاية، وحرام كمان يعني سمير قدر ظرفي، فكان يعني ما تقل بالشغل علي يعني، فالحمد لله سجلناها. وكمان سيد عاصم سكر يعني حط صوته الحلو، والحمد لله انها هيك نجحت، عملت هالضجه يعني. هو لو ممكن بس طبعا بما ان احنا عمالين نأجل اغنية ابي، لو ممكن نسمع اغنية ابي. ها اول شيء بدي اسلم على ابراهيم سليماني، موسيقي كتير حلو، جيتاريست، كاتب أغاني، كمان تربطنا هيك صداقة كتير قديمة، وبوجه له كمان السلام، لأنه هالأغنية هو يعني لحنها. وكمان أنا بتذكر لهلأ في بالاستوديو كان مهندس صوت صديقنا كمان أبي سكر. ايوه صحيح. لما غنيناها، فكمان بسلم هلا هو حقيقة أنا فوت حالي هلا بمتاهة، لأنه إذا بده واحد يذكر أسرة سبيس تون حقيقة ما بيخلص، لأنه أسرة كبيرة وكتير حلوة. على كل رح أقول منها مقطع يعني، بشوف إذا ما رح أتذكر. سألت الشوارع والأبنية أجيبوا وأكملوا الأمنية، فبيني وبين الربيع اتفاق بأن يهزم الاشتياق الفراق، وألقى أبينا بقلب الصفاق، وترقص في قلبنا الأمنية. أجيبوا أجيبوا وأكملوا الأمنية، أحن كأي صغير لأب بأحرف بابا وعطف وحب، فيا قلب خذني إلى أي درب يقصر رحلتي المضنية. أنا الصراحة هاي الأغنية حساسة صحيح. شوي، هيك بحس حال الواحد بده يبكي شوي فيها. صحيح. في ايموشنال يعني، لأنه هي عن الأب، ويعني في ناس بيفقدوا أبوهم، ويعني الله يخلينا أبهاتنا ويرحم اللي تركونا يا رب. يا رب. في سؤال من منى كمال بتقول حضرتك جيتي مصر قبل كده؟ أنا جيت لجزء من لطرف مصر، هي شرم الشيخ. أيوه. طبعا طبعا يعني أيوة. الصياف والاستجمام، ولكن للأسف لهلأ ما اجيت على قلب البلد يعني، على القاهرة وما يحيط بها يعني. بتمنى، هذا كان حلم، بس تنورينا.
عزمونا طيب، عزمونا. يا نهار ابيض. حضرتك اوريدي عندك واسطه في مصر يعني، استاذ طارق في مصر يعني، ده واسطه كفايه. والله إيه، طارق قال لي كمان دائما بيقولوا لي هو والشباب محمد والصبايا دائما بيقولوا لي انه تعي لعنا، والله يعني والله لنكيف مثل ما بيقولوا. بس ما صار لهلا هيك يعني فرصه، بس اكيد اكيد يعني بده يجي يوم انا بدي اجي فيه على القاهره وما بس القاهره يعني، طبعا مناطق ثانيه رائعه، اسكندريه والاقصر يعني بدي اشوفهم، انا بدي اشوفهم، ما بقدر احكي عنهم يعني، لانه السحر نحن تربينا على الدراما المصريه وتربينا على الثقافه المصريه، ف نحن كسوريين بتعني لنا مصر كثير. الله يكرمك. هو في ناس طالبه اغاني في الكومنتات، بس هي مشكله مش عارف حضرتك هتتذكري الاغاني ولا لا، بس يعني ايه نجرب حظنا. شو اوكي هنبدا بقى يعني، هم طالبين كذا اغنيه، في كذا حد طالب كذا اغنيه، فانا هاخدهم ترتيب الكومنتات اللي قدامي. في اغنيه سابق ولاحق، وفي حد طالب اغنيه بوكيمون، فاللي حضرتك تفتكري منهم. هلا بوكيمون بتذكر المقطع تبعي. احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون سلاحي المنيع، سأسافر عبر البر باحثا في كل مكان عن بوكيمون أداة السلام. نايو. شو كانت آخر وميزاتها هلا في سابق ولاحق. طبعا هلا هو المغني الاساسي في السيد استاذ عاصم، وانا صوت الرفيع اللي عم يزقزق فوق. ايوه الله يسامحهم شو عملوا فيي وقتها كمان اعطوني طبقه عاليه اوكتافات صحيح. بيني وبين استاذ عاصم، فكنت عباره عن هيك مثل عم غرد انا تغريد مثل العصافير يعني. آن الأوان، الآن سنثبت أننا الأمهر في السباق بعزمنا، الصعب هان والفوز منا قد دنا، بالإصرار حققنا المنى، في العمل حلمنا صار معنا ووصل، وفي النهاية الصعب هان. هيا سابق لا تتردد، لاحق الفوز مؤكد، لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار. يعني مش عارف هو حضرتك مش شايفة تقريبا، بس دي عندي ماجنم من سابق ولا عربية سابق فيكتوري ماجنم. برافو برافو. احسنت. كان في برضو في طبعا في اقتراح جاء من، بس ده اقتراح مش سؤال يعني، اقتراح من ابتهال قايد، بتقول لحضرتك ممكن تعملي قناة على يوتيوب وتنزلي مقاطع ليكي وانت بتغني اغاني مثلا كرتون او فيديو كل فترة، لانه بتقول حرام نتحرم من صوتك، بنتعب كتير حتى نلاقي اغاني جديدة بصوتك. مع حق. وطبعا بتقول ان ممكن برضو حضرتك تنزلي تعاون مع فنانة رشا رزق، عشان برضو اللي هو للقناة وكده، برضو قناة اليوتيوب تبقى طريقة يعني تسويق حلوة للقناة. اكيد اذا الواحد يعني اعطى الوقت والجهد، لانه طبعا يعني بدها جمع ارشيف او صحيح. يعني هي قصدها انه سجل المقاطع بشكل جديد ولا جديد مثلا ممكن يعني ان حضرتك زي ما حضرتك عملتي معانا مثلا، ممكن حضرتك مثلا تجمعي الكلمات وتغنيهم من اول وجديد مثلا في كفرز او يعني كده يعني، ان ممكن حتى طبعا يعني ممكن طبعا. حتى يعني اعتقد ان ممكن حتى حضرتك تلاقي اوريدي يعني في شباب ممكن يتطوعوا ان هم يعني
يعني حتى لان في اغاني كلها اتعزفت، كل الشباب عزف كل الاغاني تقريبا. يعني حتى على ذكر اغنيه بوكيمون، في مقطع من كان اسمه ايه، نسيت اسمه، اللي هو في شاب مصري بيعمل فيديوهات مشهور على الفيسبوك يعني، وكان عامل فيديو تريقه على اغنيه بوكيمون ان هو كان بيغنيها، هو غناها بصوته، وكان عفيفي هشام عفيفي، اسمه هشام عفيفي، وكان عامل فيديو حتى ان هو لاعب في الكلمات، ان هو بيقول سافر عبر القطر، وبدل ما يقول عن السلام كان بيقول في نزلة السمان، دي منطقة في مصر كده. فممكن برضه ابعت لحضرتك الفيديو، يعني ان هو كان بيغنيها بطريقته كده برضه. فيعني فاكيد هتلاقي حضرتك حتى يعني مش لازم حتى اللي هم الشباب او الفنانين اللي اشتغلوا في الزهرة يعني يكونوا مع حضرتك، يعني ممكن ده يكون مشروع شخصي اكتر منه مع قناة مثلا. طبعا، بس اي مشروع من هذا النوع هو بده تفرغ ووقت، وطبعا يعني يا ريت يكون في هذا الوقت والفرصه، لانه حرام يعني لازم، لانه اول شيء مثل ما معروفين الاغاني ونوستالجيك، وحلو كمان يتسجلوا بطريقه مختلفه شوي او احدث، او يعني طبعا بس بدها همة شبابية. بدها همة شباب المستقبل. ياسر كان لا خلص احنا كبرنا. انتوا لساتكم هلا عزكم ما احلاكم. الله يكرمك. ياسر كان بيقول ان ممكن نطلب من حضرتك شارة كونان الجديدة. ليه؟ لا ليه يا ياسر؟ ما فيش مشكلة، وطلبوا طبيعي يعني، بس وكونها هي أحدث وحدة لازم يكون أنا هلا حافظتها، بس مثل ما حكينا يا ياسر اعذرني، أنا غنيتها وسافرت ويمكن سمعتها بعدها يا مرة يا مرتين، لأنه فعلا يعني انشغلنا للأسف، يعني كانت هيك ظروف، يمكن بعد شهر ممكن بس هلا يعني ماني حافظتها للأسف. هو مش يعني احنا طبعا البركة فيكم، مشاكل عادي دي كلها اقدر احمد وندى، البركة فيكم، بركي حافظينها انتوا، غنوا لنا يا انا مش حافظها خالص. انا حافظ بس اللي هو المقطع الاولاني اللي هو لا لن ينجو، اللي هي في البداية خالص، لا لن ينجو من دمر الامال، لا لن ينجو. اسفه لا عادي لا عادي، شويها للاغنيه حرام. صح. هو طبعا هي الفريز اللي يمكن حضرتك صوتك كان بيكررها، اللي هي لا لن ينجو، كان في كذا طبقه في الاغنيه، صح. ان هي كانت بتتعاد، ده الكوبليه اللي كان بيتعاد كل شويه، ممكن ده اللي انا فاكره. انا مش برضه، انا كمان برضه ما شفت الاغنيه مره ولا مرتين برضه كذلك، ما شايف انا هيك صار فيني، سجلت للاسف وهيك وركضنا بعدها. ايمان صابر كانت طالبه اغنيه مدينه المعلومات، الاغنيه اللي هي اعتقد اغنيه المطر، لو حضرتك فاكراها، تبع اتينا حين جف الماء. ايوه انا بتذكر منها بس اتينا حين جف الماء، وبعدين بعدين كانت انا ممكن اجيب يطلب اغنيه يكتب الكلمات معاها. انا ممكن اجيب لحضرتك الكلمات لحضرتك، لان اللحن بتاعها كان جميل، اللحن بتاعها من الالحان اللي جذبت انتباهي بصراحه. طبعا هلا كمان بدي سلم على او يعني اذكر سيمون ابو عسلي، موسيقي هيك يعني كان هيك ما يكرر نفسه، يعني دائما عنده هيك، صحيح. احنا كنا بيعمل شغله هون بعدين بيعمل شغله كتير حر بافكاره. كمان ما يعني نادر سيمون كتير حلو شغله، فهيك اشتقنا لك سيمون، وينك؟ كان هو برضو اللي كان عمل اغنيه تاز المشاكس، صحيح؟ تاز المشاكس، وشايف قد ايه في تنوع وفي غير اجواء يعني. الكلمات كانت بتقول اتينا، انا طبعا مش هغنيها طبعا عشان ما حدش، بس اتينا حين جف الماء غيوما تعبر الاجواء، غيوما تعبر الاجواء، بحر الشمس قد صرنا بخارا اصله من ماء.
الشمس قد صرنا بخارا. اصله أنا أيوه. نسيت مشان حقوق الأغنية حرام. ايوه إيه. انا هبص بس على الكومنتات، لان زي ما قلت احنا خلصنا اسئله معانا، فانا نوعا ما باخد الكومنتات يعني. في كان هيرو كوكش طرقان كاتب في الكومنتات: تحياتي لك انا من الجزائر، بدي اسمع اغنيه الساحره اللي كانت في فيلم باتروك. بارتوك. بارتوك. ها حياة الساحرة. وطلب اغنيه الصلاه، يعني لو حضرتك مش فاكره دي ممكن حضرتك تقولي. هي تبع لا مش دي الثانيه اللي هي بتاعت ملة اسمها كان اسمها ايه؟ كانت اسمها ايه؟ هي الشريره كان ليها اسم. ايه لحظه. لودميلا. هي اسمها لودميلا بجلال. لحظه، هي بدها نظاره. معلش اعطونا دقيقه يا شباب. اتفضلي مفيش مشكله. وفي اغنيه فله برضو بتاعت الصلاه، لو حضرتك برضو يعني اللي حاضر يعني مش مشكله. كلمات. يا حياة الساحرات مملة رتيبة، تتشابه فيها الأيام تقريبا. دي كانت أغنية تانية، دي ما كانتش في دي ما كانتش في الفيلم ده أعتقد، ولا كانت صح. هي أغنية تانية. ما لقيت الكلمات للأسف. بس أنا بتذكر منها. هي أغنية فظيعة. لأنه هي كاركتر. أيوة. فبدها هيك. هي بتنقل على طول من الكاركتر، تقوم نقلها للأغنية على طول. هي تمثيل وكاركتر ونبرات صوت عجيبة يعني. لودميلا كانت اسمها أغنية لودميلا. الآن سترون جمالي وسيهتف الكل بالتالي، من هذه اللحظة سترون لودميلا شامخة سيدة. من هذه اللحظة سترون لودميلا بجلال. طبعا يا فضيحتي يعني. انا بس بتذكر الصرخه الاخرانيه. طبعا هي بدها باور مشان انا ما اكسر الشاشه يعني. ده هي حتى اسمها اغنيه بدءا من الان كان اسمها الاغنيه. بدءا من الان. بس هي طويله حقيقه. هي تقريبا دقيقتين بالضبط الاغنيه الاصليه، وفيها كورس، فيها كواير كمان عم يغني. بس هو في اللي هو الكوبليه برضو اللي كانت بتعيده، اللي هو سترون لودميلا بجلال. قالتها بكذا، كانت اتقالت بكذا نبره. صح مظبوط. بس طلبه صعب. ايوه وهي كمان اغنيه متعبه يعني بصراحه، يعني حته متعبه. نعم. الصوت بتاعت بجلال دي يعني فيها مثل ما حكينا. هي الصوت الكاركتر، لانه يعني تعبنا عليه والله. في سؤال من رفيدة أحمد بتقوله: حضرتك بتغني من وانتي عندك كام سنة؟ يمكن أول ما خلقت. يعني أنا بيذكروني أهلي إنه أنا بغني من عمري يمكن 2 سنين. يعني كنت طفلة كتير صغيرة لسه، يعني شوي تاني لسه ببروني أو شيء. بس كنت دائما عم دندن وعم بعمل هيك دائما. قال يعني كنت كتير طفلة صغيرة، ما بتذكر امتى بلشت غني. يمكن غنيت قبل ما احكي. كان في سؤال من محمد الفايز بيقول: شارة كونان حضرتك سجلتيها بسوريا مع الأستاذ عاصم أو من برا؟ لا، من سوريا. كنت بسوريا لساتني بالشام. في سؤال يعني هو سؤال شخصي شوية، مش عارف أسأله لا، بس هو سؤال: حضرتك مقيمة في سوريا ولا فين؟ يعني ده بس. أنا طبعا كنت مقيمة بسوريا لحد الآن، لكن مؤخرا يعني بسبب يعني بسبب ظروف خاصة وعامة أكيد، يعني كل بيعرفها إنه
بلادنا عم تمرق بحقبة صعبة شوي، فأنا نقلت عندي ولد، فأنا ابني عمره 13، أنا نقلته لمدرسة. أنا موجودة هلأ حاليا في وسط أوروبا في مدينة براغ، ويعني بدنا نكمل من هون. هي مدينة ما غريبة علي، لأنه أنا نصي يعني تشيكي. أنا نصي تشيكي، فالحمد لله يعني ماني كتير متعذبة بالنقلة، بس يعني تركنا الشام آسفين يعني للأسف. هي بصراحة بس مدينة براغ مدينة جميلة فعلا. انت بتوصل أسئلة المعجبين بس مش بتوصل كمية القلوب اللي انا شايفاها لا قدامي. طبعا في انا بجيب الاسئله بس يا جماعه، بس عشان الناس طبعا في تعليقات كتيره ان الناس معجبه بصوت حضرتك، في تعليقات على الاغاني، الناس حابه اغاني وكده، بس طبعا انا يعني عشان وقت اللقاء انا بنقل الاسئله بس. طبعا بعدين قد ايه صرنا صرنا قديش عدينا الساعه اعتقد. ما شاء الله ما شاء الله. هي لايفات الاغاني دايما الواحد بيندمج فيها وبينسى يبص على الوقت. طبعا انا ماني حاسه بالوقت، يعني القعده معكم. في اغنيه اخيره مثلا ممكن نختم بيها، عشان طبعا عشان زي ما قلنا الوقت طبعا كان لازم نترك ابطال الديجيتال للاخير. هو كان لازم، بس يلا. الله يسامحك، ما كانوش قادرين يستنوا. خلصوا الاغاني، خلصوا هلا الاغاني اللي بين الايدين خلصوا. لا فلة صح او في فلة، وفي كمان ممكن اقول مقطع من فلة ومقطع لحظة بس لا اتذكر، معلش، بس دائما انا بدي مساعدة ورشتات. هو اخر طلب في الكومنتات كان من اللي هو كان بيطلب بتاعت اصلي وادعو لرب السماء، بتاعت فلة، بتاعت الصلاة. يا ريت بس ماني كمان هي للاسف ماني حافظتها، خايفه خربت بالكلام يعني فممكن هلا نحن غنينا امسكوا فرشاتي. انا أيوة. طبعا انا هي غنيتها، فممكن نغني غنيه من تومي واوسكار اذا يعني بيسمحوا. اذا بيسمحوا يا ريت. طيب. بين الأصدقاء روابط تبقى مثل الخيوط، لكنها مع الزمان قد تنقطع بعد الأحيان، لكنها تعود إلى الحياة. أحيانا يشوب الخصام قلوبا عاشت في وئام، يأتي كجرح قاس عميق يؤذي مشاعر كل صديق، لذا سنعيد صداقتنا سوري بس طبقة عالية. أيوة. سنعيد صداقتنا وسنجدد خيوطها ونعيدها للحياة. هو في طلب غريب بس بصراحة لأنه بس قبل اتفضلي. آسفة إذا صوتي خاني شوي اليوم، لأنه كمان صار لي زمان ما غنيت، فبالعكس انتوا هيك حمستوني وحميتوني مشان ضل عم غني. هو في طلب غريب وفي كومنت وطلب غريب، بس هقول الكومنت الاول كان من سمر القصيباطي، بتقول بظن ان اغنية يارا انت غنيتيها على الاغلب، يا ترى متذكرتيها؟ يارا طبعا يارا كان وقتها سجلتها مع اياد ريماوي، كمان بوجه له سلام هلا قدو صديقي وموسيقي رائع. ف يا الله انا ممكن ابحث عن الكلمات لو حضرتك عايزه. والله انا لازم ابحث احطهم لانه كتير حلوه كانت، كتير حقيقه. انا حتى ما عنديش فكره الكلمات.
أغنية أغنية كرتون يارا، اسمها كرتوني. أوكي. نمضي عمرا من أحلام، صح. نجدو لحنا الأيام. أنا طلع لي شيء تاني. أيوة في أغاني كتير بنفس الاسم، صح. بعت لي إياها بالله. بعت لي إياها أحمد. أنا ممكن أبعتها حضرتك دلوقتي حالا. إيه أنا ما لقيتها لأنه هو لو الموبايل قدام حضرتك أنا بعتها دلوقتي. ليكو يا عيني عليك. الله يحيي التكنولوجيا. صحيح. بدي احاول غنيها واتذكرها وكمان اعذروني. نمضي عمرا من احلام، نشدو لحنا للايام، نغني نصنع دربا من انغام، تأتي سهوات العمر وتجلب الحياة، قصصا للحزن وللفرح وتبقى منها الذكريات. يرى قلبك بيت للأسرار، وفي عينيك أرى الأقدار تلون عمرك بالجمال. يرى كوني نورا للحياة، ستمضي كل الحكايات ويبقى لحن الذكريات. يا رب يعني ذكرتونا فيها هاي الأغنية فعلا. صرنا زمان هيك ما استحضرتها يعني. هو كان في زي ما كنت بقول لحضرتك، كان في طلب في الكومنتات، هو طلب غريب شويه بس هو يتناسب مع هوا شخصي ليا، فكنت حابب اساله. اللي هو كان بيقول ممكن نسمع اغنيه من ايام الزمن الجميل زي ام كلثوم او كده مثلا. الله الله الله. للأسف يعني طبعا أنا بتمنى يعني أو فيروز، يعني مش لازم أم كلثوم تحديدا. يعني هو الفكرة إن هو زي ما حضرتك عارف يعني، ممكن لو حضرتك متذكرة الأغنية اللي غنيتيها مع أستاذ زياد كان لازم. طب ما قالش من الأول ليه؟ ما بعرف. أنا في أغاني كتير لسيدة فيروز يعني بحر طبعا. ويعني حقيقة لو بس هيك حضرت شيء يعني ما بدي أرفض بس بدي أعتذر. أيوة يعني هي محتاجة نوعا ما، أعتقد محتاجة شوية تجهيز للأغاني بتاعت فيروز بالذات، تجهيز وشوي يكون هيك الصوت أريح، لأنه صحيح. ما بدي شوه أي شيء يعني. صحيح. لسه في حاجة من الأغاني اللي حضرتك كنت محضراها ولا خلصنا كده؟ خلاص بس خلاص. يا راجل. أنا عارف أصل أنا كنت عايز أنهي بأغنية، فعشان كده كنت بفكر في حاجة. يعني احنا خلينا اتنين هم، حرام عليك. ما هي يعني أنا كتير انبسطت فيكم. يعني يؤسفني إنه هذا اللقاء كل شيء مثل أي شيء بده يعني له نهاية. صحيح. نعم. كمان يعني أنا ما بدي مللكم مني. الله يكرمك. يعني احنا فعلا مش زهقانين خالص يعني. يعني صحيح. بتمنى لكم التوفيق لقناتكم. حقيقة عم تسلط ضوء كتير يعني لطيف على كل هاي الأعمال وعلى الناس اللي شاغلين يعني وراء الكواليس أو قدام الكواليس. فشكرا لكم، وأنا بتشرف إني كنت جزء من قناتكم. وبدي أشكر كمان كل الناس يلي تواصلوا معنا أثناء اللقاء ويلي صار لهم كمان من زمان بيتواصلوا معنا. وبدي ارجع اعتذر اني انا ماني عامله public pages يعني لا اقدر يعني اكون هيك involved بالتواصل معهم. بس بشكرهم يعني انا بيوصلني الحب وهذا والتشجيع يعني هذا اهم من اي شيء. شكرا كثير لكم. الله يكرمك. هو بس انا عايز ندى اللي تنهي اللقاء عشان والله ما ظهرتش. فين ندى؟ وينك يا ندى وينك؟
انا بس حابه اقول ان انا يعني ده تقريبا كان من امتع اللايفز اللي انا يعني شاركت فيها، حقيقي. وبشكر حضرتك جدا. وانا فخوره جدا، يعني انا ممكن في يوم من الايام اقول لاولادي انا عملت لقاء مع استاذه سونيا بيطار. تسلمي. يعني والله الله يخليك. احنا كلنا يعني مبسوطين جدا بحضرتك، وأنا وافقتي كمان. تعملي معانا اللايف. ولولا بس وقت حضرتك احنا صحيح. كنا عنا طول الليل هو طبعا صراحه يعني هيك اشياء طبعا ما لها نهايه، بس صحيح. يعني نحن لازم يعني somehow لازم نلاقي في شغل بكره لازم ننام.